السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم النهاردة بفيديو جديد. معانا رسيفر شارب سات 3 اس. الرسيفر جاي عايز يغير مدخل العدسة. هنبدأ نفك الرسيفر. هنفك الرسيفر ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد ما فكينا الرسيفر. فاضل معانا مسمار واحد اهو. هنبدأ نفك الصامولة بتاعت بنة الار اف، ونبدأ نطلع البوردة من الهاوسنج بتاعها عشان ما نسيحش البلاستيك ونتلفه. عندنا هنا سوكت العدسة تالف، ده سوكت شو كلاتش. هنبدأ نشوف السوكت ده موجود عندنا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. موجود. هنبدأ أول خطوة هنعملها، هندخل على الميكروسكوب. الجفت فين؟ شوف الجفت موجود. هنبدأ ندخل على الميكروسكوب كده. وبالهورت نبدأ نسخن، ورفعنا الايه؟ رفعنا السوكت التالف زي ما احنا شايفين. ده شكل السوكت من جوه. انا كده رفعت السوكت من مكانه. تعال لي هنا كده يا عم. طبعا الزبون كان بيشتكي ان الريسيفر ما بيفتحش معاه، فاصل خالص. كده انا رفعت السوكت. هنبدأ نوصل ونشيك نشوف فيه شورت ولا لا. في عندنا هنا ايه؟ شورت على الريسيفر. هات الباور سبلاي زي ما احنا شايفين. ادي الباور بتاعنا اللي شغال اللي في النص. ساعة ما بنوصل الريسيفر بيدي معايا شورت هنا، يعني معنى كده ان في شورت على البورد. تعالى لي هنا يا عم. انا كده مبدئيا عندي شورت على البورد كمان. طبعا الشك كله كان بسبب ان العدسه مكسوره، سوكت العدسه مكسوره، سوكت الشاشه مكسور. ده اللي كان عامل معايا شورت. رفعت الشورت برضو موجود. هنبدأ نعمل فحص هنا. تمام تمام. عندي مشكلة في اي سي الاشارة كمان. اي سي الاشارة عامل معايا شورت. طيب اول حاجة هنعملها هنركب سنسور العدسة الجديد. هات لي الميكروسكوب. يبقى انا عندي عطلين في الريسيفر ده. انا كده عندي عطلين في الريسيفر. عطل سوكت العدسة تالف، وعطل في اي سي الاشارة. هنبدأ ندخل بالميكروسكوب وناخد السوكت الجديد بتاعنا. ونبدأ ننزل بيه. نبص من ورا. تمام. كده انا نزلت بالسوكت بتاعي، نزل في مكانه مظبوط.
هنبدأ ناخد الجزدير بتاعي ونلحم السوكت. نلحم أول رجل وهنلحم دي، وهنيجي هنا تمام، وهنلف هنا كده. أنا كده عندي عطلين في الريسيفر مش عطل واحد، عطل في السنسور وعطل في اي سي الاشاره. كده انا غيرت سوكت العدسه. هنبدا بقى ندخل على منطقه اي سي الاشاره. هنجيب البنزين بتاعي، وطبعا زياده التاكيد على وضع الصفاره. هنروح على اي سي الاشاره. الريسيفر كده فيه اكتر من عطل. هنروح على المكثف ده، هنا بيصفر وهنا بيصفر. عندي كده صفاره من الجنبين. لو رحت على اي سي الاشاره، الرجل الوسطانيه تدي معايا صفاره تاني رجل، ودي المفروض ان مفيش ارضي على الاربع رجول دول او الاربع رجول دول. هنبدا نحط شويه بنزين بالمنظر ده كده ونوصل. شايفين اي سي الاشاره بيغلي. زي ما احنا شايفين كده هنوصل اهو. شايفين هنبدأ نرفع المكثف ده. وبالافو برضو هنا ارضي، وهنا كده العطل معانا اختفى. تمام، لما انا رفعت المكثف العطل اختفى. مش معنى ان انا رفعت المكثف ان كل حاجه تمام. المكثف ده تلف معايا فاثر على الاي سي. هيبان معايا كفاءه الاي سي هيشتغل ولا لا. انا هنوصل الريسيفر هيفتح معايا، وهتلاقي فولت الاشاره ممكن يخرج معاك كمان. وبقى اول ما توصل سلك الاشاره الريسيفر يضرب معاك على طول، اي سي الاشاره يضرب معاك على طول. هنبدا ناخد العدسه بتاعتنا. تعالى لي هنا كده يا عم. هنبدا نوصل العدسه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الريسيفر جاب معايا لمبه حمراء، بدا يسحب معايا وبدا يفتح كده. الريسيفر فتح زي ما احنا شايفين كده. الريسيفر فتح معايا. هنجيب الافو بتاعنا بالمنظر ده كده ونثبته هنا ظاهر معاك على وضع الفولت. هنبدا نرفع الفولت هنا زي ما احنا شايفين. الفولت طالع معانا مظبوط. خليكم فاكرين احنا قلنا المشكله عندي في المكثف الصغير. رفعت المكثف الشورت اختفى. مش معنى ان انا رفعته ان العمليه انتهت. العمليه مش هتنتهي معايا غير لما نوصل سلك الاشاره والريسيفر يشتغل معايا تمام. ادي فولت الاشاره موجود. هنبدا ناخد سلك الاشاره بتاعي ونوصله. شايفين نفس اللي احنا اتكلمنا فيه. اي سي الاشاره ضرب. تعالوا على الميكروسكوب. ده اللي انا كنت بتكلم معاكم. دايما المكثف ده لما بيضرب معايا بنغيره. ساعات الريسيفر بيشتغل تمام طالما ما اكتشفتش شورت على رجول الاي سي. يعني لو الشورت مقتصر على المكثف بس بتغيره لوحده الاي سي بيشتغل معاك تمام. لو اكتشفت شورت على رجول الاي سي يبقى اذا الاي سي تلف، لازم يتغير حتى لو الفولت طالع زي انتم ما شفتوا. فعشان نغير الدايره دي هنعمل ايه؟ هنغير اي سي الاشاره ونغير اس 14 ونغير المكثف. هنا رفعنا اي سي الاشاره زي ما احنا شايفين. نتاكد ان النوتش علامه اتجاه الاي سي. وهنجيب اي سي اشاره جديد
ومكثف واس اس 14. طبعا انا الاس 14 خالص من عندي، فهنجيبه من اي بورده خلع، هو المكثف. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه هنعملها هنظفر الاي سي من تحت. هنظفر الاي سي من تحت، نديله يسدير من تحت بالمنظر ده كده، شايفين؟ لازم نظفر الاي سي من تحت عشان يعمل اتصال كويس مع الارض. هنبدا نتوجه على تركيب الاي سي. كده كده ركب معانا، ونخلي بالنا، شايفين؟ لازم نخلي بالنا من مكان الجزدير الزياده اللي طالع معانا ده كده، نطيره عشان ما يعملش معاه اي شورت. ونلحم الاي سي كويس في مكانه بالمكوه بتاعتنا كده. والمنطقه التانيه برضو نتاكد، شايفين كده الاي سي رجع مكانه تمام. هنبدا نتوجه للاس اس 14 اللي هو الشوت دايت ده، ونرفعه برضو. وهنجيب اس 14 من عندي ونركبه مكانه. طبعا انا هناخده خلع من اي بورده عندي هنا بورده اهي، هنفحصها ونشوف ليها اس اس 14 ولا لا. طبعا ده ام 7 واللي جنبه ده اس اس 14. هنرفعه من مكانه. هناخد ده كده من مكانه ونروح على الريسيفر بتاعنا. ونركب الاس 14 بتاعنا. وهنلحمه برضو بالمنظر ده كده. وهناخد المكثف نركبه. هنرجع برضه الاس اس 14 مكانه. كده تمام. هنبدأ ننظف. ننظف البوردة كويس بتاعتنا. وعلى وضع الصفارة نتأكد ان مفيش عندي شرطة. هنا ارضي تمام. ادي المنطقة دي كده مفيش
هنا مفيش. هنبدأ نوصل الريسيفر، نوصله على الشاشة. نجيب الريموت، نجيب قناة المجد، هات الشاشة، ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحمل الإشارة بتاعتنا. كده الإشارة عندنا اشتغلت تمام. ادي في وادي اتش. تعالى لي هنا اهو. الريسيفر ده كانت مشكلته معايا ان جاي سوكت العدسه كان تالف، والريسيفر كان كاتم باور، فكان الاحتمال كبير ان يكون في شورت في سوكت العدسه هو اللي كاتم باور. رفعت سوكت العدسه، الريسيفر تاني كاتم باور معايا. عرفت ان اي سي الاشاره فيه مشكله. حددت المشكله عندي في المكثف الصغير اللي جنب اي سي الاشاره، واي سي الاشاره كانت الرجل رقم كام؟ الرجل رقم 3 من اتجاه النوتش كان عليها شورت. شلت المكثف، الفولت طلع معايا، بس قلت لك خلي بالك طالما في شورت على الرجل الثالثه في المكثف في الاي سي الاشاره، يعني المكثف عليه شورت والرجل الثالثه، اتاكد مليون في الميه ان حتى الاي سي لو طلع الفولت مجرد ما تحط سلك الاشاره هيضرب معاك الاي سي على طول. غيرنا الاي سي، غيرنا المكثف، غيرنا اس 14، كده دايره الاشاره رجعت معانا سليمه جديده، مفيش فيها اي مشكله، مفيش اي مكون تعبان فيه. وغيرنا ركبنا السوكت السنسور الجديد بتاع العدسه، وزي ما احنا شايفين العدسه اشتغلت معانا تمام، والريسيفر كان بيظهر معانا على الشاشه. الريسيفر محمل اهو. ركز مع الشاشه بتاعتنا. الريسيفر فتح معانا كده، اي سي الاشاره اتحلت مشكلته، سوكت العدسه اتحلت مشكلته. اعطال بسيطه وسهله. ما تنسوش لايك واشتراك وتعليق. شكرا.